الموت يفجع الفنانة نجلاء فتحي وابنتها ياسمين وانهيار أسرتها ونجوم الفن. تفاصيل هنشوفها النهاردة عن خبر الوفاة وعن اللحظات الأخيرة وتفاصيل عن سبب الوفاة وحزن كبير جدا للوسط الفني. هنشوف النهاردة حضور عدد كبير وتوافد من نجوم الفن لتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وإيه الخبر اللي أعلنته ياسمين ابنة الفنانة نجلاء فتحي بحالة انهيار شديدة جدا بهذا الخبر الصادم وتلقيها خبر الوفاة داخل المستشفى. تفاصيل كتير، تابعونا بس من فضلكم ادعموا الفيديو بلايك فضلا وليس أمرا. للأسف بالساعات الماضية خبر أشعل مواقع السوشيال ميديا عن الموت يفجع الفنانة نجلاء فتحي وابنتها ياسمين بوفاة أعز وأغلى الناس. كتبت ياسمين ابنة الفنانة نجلاء فتحي على صفحتها الرسمية: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله تعالى والدي وأخويا وسندي وظهري وكل شيء ليا. اتوفى النهاردة والد زوجي الحبيب. ادعوا له ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلبنا على وفاته. كتبت الفنانة نجلاء فتحي بوست على صفحتها بالدموع والانهيار وهي بتقول: توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا وسندي وظهري ووالد جوز بنتي، ربنا يرحمه ويغفر ليه. ما كانش إن هو والد جوز بنتي ده كان أخويا وكان أكتر من أخ ليا. كنت دايما بلجأ له في كل مشكلة، كنت دايما بنعتبره كبير العيلة اللي بنلجأ له في أي شيء. للأسف خبر وفاته النهاردة كسرنا كلنا. بجد مش قادرة أوصف لكم حالة الحزن اللي أنا فيها. ده كان نفسه يصوم رمضان، كان بيقول لنا أول يوم رمضان هتكونوا كلكم عندي. للأسف النهاردة تلقينا الخبر بحالة من الحزن الكبير. أخبار إن الفنانة نجلاء فتحي كانت نشرت على صفحتها الرسمية منذ عدة أيام، وهي بتطالب الجمهور الدعاء للفقيد إن ربنا يشفيه، خاصة إنه كان بالمستشفى في الوقت ده، كان لسه على قيد الحياة. وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومن أصدقائها بالوسط الفني واللي دعوا ليه ربنا يشفيه. لكن للأسف تلقت الفنانة نجلاء فتحي خبر وفاته منذ الساعات الماضية القليلة هي وابنتها ياسمين بحالة من الحزن الكبير. وظهرت نجلاء فتحي بتشييع الجنازة بالدموع والانهيار الشديد، وحضر عدد كبير من نجوم الفن لمواساة الفنانة نجلاء فتحي وابنتها بهذا المصاب الجلل. ونقيب الفنانين نشر الخبر على صفحته الرسمية وقدم أحر التعازي للفنانة نجلاء فتحي وبنتها في فقيدهم اليوم. دعواتكم للفقيد بالرحمة